السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض البانيه اللي انا عملته معاكم من الفراخ اللي انا عملت فرستها في رمضان. معانا بصلاية مبشورة ناعم، ومعلقة هريسة الشطة، معلقة كمون اهو بالشكل. هريسة الشطة بتخليها حلوة عشان فيها ليمون، فيها توم يا حبايبي، وده فلفل اسمر عشان فيها توم. وتبلت الفراخ قبليها، عصرت عليها ليمونه وملح وحاجات من دي، يعني فلفل اسمر، ونص معلقه شطه صغيره عشان الشطه دي حاميه قوي، ومعانا ملح كده اهو عشان كنت متبلاها بملح وليمون قبل كده. وهنقلب كويس، نغلفها كويس في التوابل دي كلها بالشكل الحلو ده. نسيبها تتنقع معاكي ساعه 2-3 براحتك بقى. بعد ما نخلص هنكون ضاربين البيض، 2 بيضة على حسب الكمية اللي عندك، و 2 بيضة وملح وكمون وفلفل اسمر. وهنا كيس اللي هو البانيه ده هوت الكياس دي، فضيت نص كيس على هو الفيجيتار اللي هو الخشن ده، بحب بيه في البانيه صراحة، بيبقى جميل. وهنطلع نبطن بالدقيق ونطلع، ننزل في البيض المتبل، وهننزل بالفيجيتار بتاعنا بالشكل ده كده، تغلفيها كويس اهو بالشكل ده. البانيه ده اللي انا عملناه مع بعض قبل رمضان اهو بالشكل ده. بعد ما عملناه بالشكل الحلو ده هنركنه يجي ميعاد الفطار ونحمر بقى اهو. وهنعمل مع بعض هنا السمبوسك. معانا جبنه رومي ومعانا جبنه موتزاريلا، خلطين الاتنين على بعض. وهنعمل مع بعض السمبوسك يا بنات، ليها حرفة في لفتها عشان متتفكش منك بالشكل ده كده. ضغط عليها علشان ما تتفكش منك اهو بالشكل ده. كانت جميلة، مفيش بعد كده تاني. الجبنة حلوة وكل حاجة حلوة فيها. عملت بالجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا، وعملت برضو جبنة تلاجة اخر حاجة، كانت جميلة والله. الجبنة التلاجة كانت جميلة قوي، طعم الرومي كده، جبنة جميلة اللي هي دومتي بطعم الرومي، كانت روعة بصراحة. فيه عملت كام واحد كده في الاخر، كانت حلوة قوي. شايفين بالشكل الحلو ده كده، تضغطي عليها علشان متتفكش منك وتسيح في الزيت اهو. عملنا كل الكمية بالشكل الحلو ده كده. ده نص كيلو، وهنحمر زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. ده بالجبنة اللي الدومتي العادية، مش الروم والمونزاريلا. شايفين جميل ازاي؟ لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعاية الله.